السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد عن استاد العاصمة الإدارية الجديد. يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، واللي مشترك في القناة يا ريت الضغط باللايك تشجيعنا بالاستمرار. النهاردة عندنا فيديو رائع بيوضح أقيا التطورات الإنشائية لاستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديد. الاستاد وصل خلاص لمرحلة التشطيبات النهائية. كراسي الاستاد تم تركيبها بالكامل. أعمال النجيلة تقريبا كلها خلصت وتم معالجة المشاكل، وكمان هنشوف شكل الاستاد من الخارج بعد تشغيل الإضاءة الخارجية. تعال نشوف كل ده بالتفاصيل مع بعض. زي ما احنا شايفين تم اكتمال تركيب الكراسي بنسبة 100%، واستمرار نمو النجيلة ووصولها لمرحلة متقدمة. نمو النجيلة يا جماعة بينمو بشكل كويس في المراحل أو في الجو اللي احنا عايشين فيه حاليا. ده بيساعد النجيلة في النمو كويس. زي ما احنا شايفين النجيلة يا جماعة، بقدر أقرب لكم في أقرب نقطة عشان تشوفوا النجيلة كويس مع بعض. وده مع بعضنا يا جماعة شكل الاستاد من مدرجات الدرجة التالتة. هنشوف سقف الاستاد من الأعلى وشاشة الاستاد زي ما انتم شايفين مع بعضنا اهو. الاستاد بيتم تجهيزه لبدء تنفيذ التراك، والتشغيل التجريبي للإضاءة بيتم حاليا بعد تعديلات على ملاعب ألعاب القوة. احنا شايفين الشاشة يا جماعة هنا اهو، والمدرجات من أعلى نقطة من مدرجات الدرجة التانية والتالتة والأولى. بعد التعديلات بيتم على التراك يا جماعة. جالنا قرارات من الفيفا إن يتم تعديل التراك عشان الميل اللي في التراك ما يكونش موجود. ده اتلغى. على القرارات القديمة كان موجود، فاحنا كنا شغالين على القرارات القديمة. فالقرارات الجديدة تم تغييرها في التراك. مش عايزين يكون في ميل في التراك، يكون اللاعب بيجري ويكون مايل وهو بيجري. ده أبرز الأعمال اللي بيتم في التشطيبات الهندسية في غرف الضيافة عشان تتم على أعلى مستوى. ده يا جماعة سقف الاستاد من فوق بيتم تركيب هندريات جديدة عشان حماية زي ما احنا شايفين قدام اهو، عشان حماية العمال اللي بيتم صيانة الاستاد من فوق يكون متأمن على أعلى مستوى. دي يا جماعة كوابيل بيتم تركيبها عشان اللي يتم تركيب عليها السماعات، سماعات الاستاد.